نحيي مقاومة أهلنا في مخيمات اللجوء في الشهباء، وننحني إجلالا لأرواح جميع الشهداء الحرية، ونقف في خندق واحد أمام الهمجية الغاشمة التي يمارسها آلات القتل التركية بحق شعبنا الأعزل الذي لم يسلم من إرهاب الدولة التركية ومجاميعها المرتزقة حتى بعد تهجيرهم من قراهم ومدنهم الآمنة الوادعة، كما أن جرائم التنظيمات الإرهابية المرتبطة والمدارة من الاحتلال التركي والموجهة بشكل مباشر من دائرة استخباراتها التي تمارس العنف والإرهاب المنظم بحق جميع شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، وخاصة الإرادة الحرة للمرأة التي حققتها بنضالها وتضحياتها في وجه جميع أشكال الاستبداد التي مارست بحقها. إن الاعتداء المتكرر من آلات الإرهاب والقتل التركية لمدن وشمال وشرق سوريا إنما يهدف إلى النيل من إرادة المقاومة والحياة التي يبيدها مكونات وشعوب المنطقة في وجه الاحتلال ومرتزقته، وخاصة المرأة التي أصبحت الثورة في شمال وشرق سوريا تكنى باسمها، وتحولت مناضلاتها إلى رموز عالمية لمجابهة الإرهاب والعنف بحق المرأة. لذلك يتم استهداف بشكل مباشر من قبل الدولة التركية وتنظيماتها الإرهابية من داعش والنصرة ومثيلاتها، حيث عمدت خلاياها الإرهابية مؤخرا على اغتيال كل من سعاد الهرماس الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة الدشيشة، وهند الخضر مسؤولة لجنة الاعتداءات المستمرة على أهلنا هناك والتي طالت عدوانها المخيمات وراح ضحيتها عدد من الشهداء المدنيين الأبرياء. كما ندعو جميع القوى والمنظمات النسائية لرفع صوتها عاليا في وجه العنف والإرهاب المنظم الذي يمارسها الدولة التركية بحق المرأة عبر جماعاتها وتنظيماتها الإرهابية من داعش والنصرة وشبيهاتها، والتي راح ضحيتها الآلاف من النساء بين قتل وخطف وسبي، وآخرها كانت الجريمة المروعة بحق المناضلات النسوية في بلدة الدشيشة منذ يومين. كما نطالب في الوقت نفسه من جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، وندعو جميع القوى السياسية التي تؤمن بمبادئ الحرية والديمقراطية إلى وقف آلة الحرب والإرهاب التي تمارسها دولة الاحتلال التركي وأدواتها الإرهابية بحق شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، وعدم الصمت على جرائمها وانتهاكاتها الصارخة لجميع القيم والمبادئ الإنسانية. جنجيانا آزاتي، جنجيانا آزاتي، جنجيانا آزاتي.